السلام عليكم. العلاقة ما بين المغرب وسبليون وصلت لواحد النقطة ديال لا رجوع، والتوتر اللي كان تحت الرماد دابا شعلات فيه العافية وبان فوق السطح. البارح كنا كنهضروا على شراكة استراتيجية وتعاون أمني، ولكن اليوم ولينا كنهضروا على تعليق هاد الاتفاقيات القضائية الحساسة وتحركات عسكرية فوق الطبلة اللي كتهدد الاستقرار في المنطقة. السبليون بدات كتلعب بالنار وخرجات بتصريحات مستفزة من لسان وزيرة الدفاع ديالهم مارغريتا روبليس، اللي مشات لسبتة باش توجه رسائل مباشرة للمغرب. هاد التحركات خلات الرباط تخرج ورقة ثقيلة بزاف، ورقة اللي تقدر تقلب كاع الموازين وتخلي مدريد تعيد الحسابات ديالها من الاول. دابا المشكل بدا كيكبر ملي السبليون بدات كتوجه اتهامات مباشرة للمغرب بخصوص احداث سبتة اللي وقعت في 30 يوليو. هادشي كامل واخا خرجات المخابرات الإسبانية من بعد ما دارت بحث معمق ولقات أن المغرب ما عندوش دخل في هادشي. جهات خارجية ما بينهم الجزائر وإيران وواحد آخرين هما اللي دايرين هاد الصفحات، ودخلوا اخترقوا صفحات ديال شباب مغربي والتليفونات وواتساب وبداو تيدعيوهم للهجرة وتيزينوها ليهم، ولحد الآن راهم مازالين كيحاولوا أنهم يخلقوا الفتنة في الشارع المغربي ويدعيو المظاهرات يعني وما إلى ذلك. المهم الرئيس ديال مدينة سبتة المحتلة ووزيرة الدفاع الإسبانية خرجوا بواحد التصريح كيقولوا بأن المغرب هو اللي كيحرك خيوط الهجرة السرية باش يضغط على السبليون. هاد الهضرة بالنسبة للمغرب ماشي غير اتهامات خاوية، بل هي واحد الضرب في المصداقية ديال دولة المؤسسات اللي دايرة واحد المجهود كبير باش تحمي الحدود. المغرب ديما كيقدم يديه وكيتعاون بكل ترحاب، ولكن ملي كتولي القضية فيها المعاملة من جهة وحدة والابتزاز، هنا المغرب كيقرر يغير النهج ديالو ويبين للسبليون أن اللعب مع الكبار عنده ثمن غالي، وأنه هو ما مضطرش أنه يحمي لهم حدودهم. الضربة القضية اللي لوح بها المغرب هي دراسة تعليق اتفاقية تسليم المطلوبين قضائيا بالبلدين. هاد الاتفاقية اللي تسنات في 2009 ودخلت للحيز التنفيذ في 2012 كانت هي الساس ديال التعاون الأمني والقضائي. وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي خرج بواحد التصريح اللي زلزل الأوساط القضائية في سبليون، وقال أن الوزارة كتدرس بجدية توقيف هذا العمل بهذه الاتفاقية وزارة العدل المغربية بالضبط. والسبب ببساطة هو تماطل والبيروقراطية والتدخلات السياسية في القضاء الإسباني اللي ولات كتعلق بالأمر. مني كيطلب منها المغرب هو أنها تسلمو مثلا القاصرين دابا. المغرب كيدير خدمته على أكمل وجه، كيشد المطلوبين وكيسلمهم للسبليون مني كيكونوا يعني كاين واحد المذكرة د البحث على شي مثلا مجرمين إسبان عنده في الأراضي المغربية، راه كيسلمهم لهم بكل احترافية واحترام للاتفاقيات. ولكن من المغرب كيطالب بشي مجرم أو مطلوب للعدالة عنده جنسية مغربية وعايش في سبليون مثلا، كيبداو تما الأعذار. القضاء الإسباني كيبدا يطلب ضمانات خيالية وكيبداو داك الساعة كيدخلوا في شؤون الداخلية ديال المغرب، لا من جهة السياسة ولا الانتخابات ولا بزاف ديال الحاجات. إذا هنا المسؤولين المغاربة طلع ليهم الدم، لدرجة أن عناصر أمنية مغربية كتمشي بالمرة حتى لسبليون باش تسلم شي مطلوبين، وفي الآخر كترجع خاوية الوفاض بسبب تعطل المساطر في اللحظات الأخيرة. هادشي اللي خلى المغرب يقول لهم صافي بركة، والرسالة واضحة، إما التعاون يكون متبادل وبنفس الدرجة ولا كل واحد يشد طريقه. ولكن هنا كاين واحد المسألة خطيرة، إلا المغرب علق هاد الاتفاقية غادي يولي ملاذ آمن لأي واحد هارب من القضاء الإسباني. تخيلوا معنا بزاف ديال صحاب رؤوس الأموال ومطلوبين في القضايا الاقتصادية في سبليون يقدروا يلقاو في المغرب واحد البلاصة اللي تحميهم يعني قانونيا وما يتسلموش، حيت ما بقاتش اتفاقية تسليم. هاد السيناريو هو اللي كيرعب سبليون، حيت عارفين ان هاد الورقة تقدر تضرب ليهم الاقتصاد والمصالح الأمنية ديالهم والأمن القناضي ديالهم، تما غادي تضرب مزيان. المغرب بهاد الخطوة كيبين انه ما بقاش باغي يلعب دور الدراكي واللي كيحمي مصالح ديال الاخرين، خصوصا الا كانوا هاد الاخرين ما كيحترموش يعني المصالح ديالو. من جهة واحدة أخرى سبليون بدات كتصعد عسكريا بشكل مثير للمخاوف. وزيرة الدفاع الإسبانية مشات لسبتة وبدات كتهدد بأن أي مساس بسبتة ومليلية هو اعتداء على إسبانيا كاملة،
وبأن الجيش الإسباني واجد للرد. هاد العضلات اللي كتحاول السبليون تبينهم وتبرزهم علينا كيجيو في واحد الوقت اللي كتعيش فيه أزمات داخلية كبيرة، السبليون كتعيش في أزمات. دابا اللي كيبان لأي واحد متبع هذا الملف كيبان له أن السبليون كتعيش في واحد الحالة ديال التخبط العشوائي، وكتحاول تغطي على نقاط الضعف ديالها بهاد التصريحات العسكرية وهاد يعني العنتريات الخاوية. السبليون عندها نقط ضعف كتر من الجزائر، حيت الشعب الإسباني ما كيصبرش على الأزمات بحال أزمات الطاقة أو الغلا، وأي مشكل صغير يقدر يسقط الحكومة، ماشي بحال الجزائريين اللي ما لاقيين لا ما لا ضوء لا أبسط مقومات الحياة وساكتين. المغرب كيف التعامل ديالو بزاف، وما كيتعاملش مع هاد التهديدات بتهديدات، لا كيخدم بسياسة النفس الطويل. وهذه النيت هي العبارة اللي قالها الوزير وهبي وما عجبهمش الحال السبليون وثارت المخاوف ديالهم، حيت كتعني ان المغرب ما غاديش يتراجع على المطالب ديالو بسبته ومليليه، وغادي يبقى يطالب بهم في كل مناسبة دولية حتى يرجعهم. سبليون كتقول أن السيادة على المدينتين محسومة، ولكن الحقيقة هي أن هذا الملف مازال مفتوح في اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار، والمغرب غادي يسترجعهم في وقت أقصر مما كيتخيلو السبليون. كاين اللي كيقول واش المغرب يقدر يصمد إلا السبليون قطعات عليه الكهرباء أو دارت عليه شي حصار اقتصادي مثلا. الجواب ببساطة أن المغرب كينتج حاليا 15% من الحاجيات ديالو في الكهرباء من مصادر مختلفة، وإلا وقع شي مشكل المغرب ناس ديال الصبر ويقدروا يعيشوا بأقل الإمكانيات دفاعا على بلادهم. إلا عرفوا بأن البلاد ديالهم في حالة خطر راهم يقدروا يصبروا معاها، عكس الأوروبيين اللي كيتخلعوا من نهاية العالم إلا تقطع عليهم الضوء غير بساعة أو بساعتين. هاد القوة النفسية والروحية اللي عند المغاربة هي اللي مخلية السبليون مرعوبين، حيث كيعرفوا أن المغرب دولة عندها واحد التاريخ ومصداقية وما كتهددش من فراغ. هاد التوتر ماشي غير سحابة صيف، بل هو واحد التغير جذري في قواعد اللعبة. المغرب كيبين للعالم والجيران أن عهد التبعية ولا التعاون من طرف واحد ما بقاش. اليوم يا إما المعاملة بالمثل والندية، يا إما ما كاين مستقبل للعلاقة. السبليون دابا قدام خيارين، إما غيحترموا الاتفاقيات ويرجعوا لطاولة الحوار، ولا يتحملوا المسؤولية ديال تعليق الاتفاقيات اللي بناوها البلدين في سنين طويلة، وكان المغرب كيحترمها من جهته، ولكن إسبانيا كانت دائما كتثبت العكس. كما كتعرفوا بزاف ديال المغاربة عايشين وخدامين في اسبانيا، وكاين اللي كيقول ان هاد العافية اللي شاعلة دابا ما بين الرباط ومدريد اول وحدين غادي يقدروا ياكلوا الدق هما المغاربة اللي عايشين تما. هاد الناس اللي كيبنيو الاقتصاد الاسباني وكيساهموا في الضمان الاجتماعي ولاو اليوم كيحسوا براسهم وسط واحد الحرب كلاميه اللي ما كترحمش وواحد العنصريه اللي كتزاد. الوضع دابا ما بقاش غير نقاش في مكاتب الوزراء، بل نزل حتى للزنقه وبدا كيأثر على الحياه اليوميه ديال آلاف العائلات. المشكل الكبير هو ان السياسيين في اسبانيا خصوصا من اليمين واليسار المتطرف ولاو كيستعملوا واحد الورقه ديال المغرب باش يربحوا اصوات انتخابيه. هاد التصريحات العبثيه والاتهامات المباشره للمغرب بخصوص الهجره هي اللي كتشحن الجو ديال الكراهيه، والنتيجه كتكون خطاب فيه مليء بالعنصريه اللي بدا كينمو كيكبر بشكل مخيف بزاف في السنوات الاخيره، وخصوصا دابا في هاد الاونه هادي وهاد الصيف هذا. والمهاجر المغربي هو اللي كيواجه هاد الضغط لا في خدمته ولا في الشارع ولا في الحياه اليوميه ديالو. لكن كاينين جهات في السبليون بداو كيطالبوا بحرمان المغرب حتى من تنظيم كاس العالم اللي هو جزء منه. راكم عارفين ان يعني كاس العالم راه فيه البرتغال اسبانيا والمغرب، ودابا هاد الشيء ولا كيزيد من توتر العلاقات. في الوقت اللي البرتغال يعني داخله سوق راسها وما هماش هاد الشيء، اسبانيا كتشن هجومات كبيره على المغرب بشان هاد الشيء ديال كاس العالم. هاد النوع من التحركات كيحبط المجهودات الدبلوماسيه وكيخلي المهاجر يحس بعدم الاستقرار في بلاد اللي كان كيعتبر راسو من انه جزء منها ومحرك اقتصادي فيها. ولكن دابا هاد الاسبوع واخا كتبان هاد التاثيرات سلبيه،
راها في الحقيقة إلا جينا نفكروا مزيان راها مزيانة من واحد الجانب. التوجه الجديد ديال المغرب اللي مبني على الندية والمعاملة بالمثل كيبين أن كرامة المغربي فوق أي اعتبار. ملي وزير العدل المغربي كيخرج ويهدد بتعليق اتفاقية تسليم المطلوبين، راه كيوصل واحد الرسالة بلي المغرب ما بقاش كيقبل يعطي وما ياخدش. هاد القوة السياسية تقدر في المستقبل تفرض احترام أكثر بالنسبة للمغاربة اللي عايشين تما في اسبانيا، حيت مدريد غادي تعرف بلي أي خطوة غيغلطوا فيها عندها ثمن غالي قضائيا وأمنيا. الاستقرار هو الأساس، وهاد التوترات كتأثر بقوة على الناس اللي عايشين تما ما بين جوج جوايه. الحل دابا هو الحذر والوعي، وفي نفس الوقت النصيحة للناس اللي عايشين تما أو المغاربة ديال إسبانيا يحاولوا ما يطيحوش في هذا الفخ ديال الاستفزازات والعنصرية ديال السبليون اللي عايشين تما. يحاولوا يبردوا خاطرهم وما يطيحوش يعني في أي مشكل معاهم، لأنهم دابا راهم دبانتهم كتزنزن وسخن عليهم الراس. هنا غادي نكون وصلت معكم لنهاية الفيديو. ما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس إلا كنتيو مازالين ما يعني ما اشتركتيوش، وخليكم دائما متبعين اخر التطورات. قولوا لي في التعاليق واش كيبان لكم ان تعليق اتفاقيه تسليم المجرمين هي الورقه اللي غادي تخلي الصبليون يراجعوا راسهم. خليوا لي رايكم في التعليقات ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه.